السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة عاملين وصفة يا جماعة جميلة جامدة أوي 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 جميلة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كوارع بنعملها في رمضان، بنعملها في رمضان وجميلة. كان حد طلبها مني ومعلش ما كانش عندي وقت أعملها. هندخل مع بعض إن شاء الله نشوف الوصفة. أهم حاجة يا جماعة غسيلها، دي النتيجة الصحيحة ليها. تغسليها كويس أوي أوي أوي، بتديكي نتيجة فوق الممتازة. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله. يلا مع بعض ندخل نشوف هنبتدي ازاي بإذن الله. الكوارع معانا أهم حاجة غسيلها. معايا الخل والليمون والملح والدقيق، بنغسلها أكتر من مرة. بنجيب ليفة كده تكون جديدة لسه، ما تكونش يعني استعملناها قبل كده. الليفة تكون جديدة كده من اللي بتغسلي بيها الأطباق، بس تكون نضيفة عندك. وبتمسكي بقى الحتة يا جماعة واحدة واحدة كده، اغسليها غسلة نضيفة. أهم حاجة غسيلها غسيلها غسيلها، الغسيل ثم الغسيل ثم الغسيل. وابتدي بقى ايه بعد ما تغسليها كويس، نقعها في المحلول الملح والليمون والطحين أو الدقيق زي ما تسميه في بلدك. بس الأول قبل كل ده تغسليها بالحاجات دي الأول كويس، ونقعيها شوية زي ما بتعملي الفراخ، بس بتزيد عليها بقى دي الغسيل الكتير. بتديكي نتيجة وريحة للكوارع. بسم الله ما شاء الله، هتحبي تعمليها على طول إن شاء الله. كان حد سألني بيقول لي عاوز أعملها وما عنديش الطريقة، أو مش عارف أعملها إزاي، أو حد قال لي عملتها بس ما غسلتهاش كويس، أو ما عرفش يغسلها، مش عارفة. المهم ما كانتش جاية معاها كويسة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خل، وهنغسل بقى كده حتة حتة. معلش انا ببقى ماسكه التليفون في ايدي وانا بصور. صلى على الحبيب المصطفى محمد. وتحت المية بقى بتغسلي وتكب مية وتحط مية جديدة، تنقعيها في المحلول بعد كده شوية ساعة ولا حاجة على حسب الوقت. بعد كده ان شاء الله معانا ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا كده هنولع عليها على في الشوربة بتاعتها بكل حاجة انت حباها فيها. معايا بصلاية وطماطمية، وهنتبل البصلة وعلى النار، وهنحط شوية طماطم، هنعمل شوية صلصة جمال قوي. بعد ما الكوارع بتستوي كويس قوي 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 في الفرن، شفت فضيت شوية الصلصة دي كده مع شوية شوربة حلوين، وتبلناها. بسم الله ما شاء الله في الفرن، وحطيناها في الفرن، وادتنا نتيجة بقى. بسم الله ما شاء الله، ادي النتيجة.